بعيدا عن أجواء الحرب والتفجيرات، يتحول الساحل الليدو شرق العاصمة مقديشو إلى منتجع يقصده الكبار قبل الصغار في عطلة نهاية الأسبوع لسويعات من المتعة والراحة النفسية. الفدية والصغار هم الأكثر ترددا على هذا الساحل في مثل هذه الأيام، حيث يمارسون أنواعا مختلفة من الألعاب. يحتشدون هنا في انتظار بطل الساحل كما يلقبونه. يصل عثمان صلاد ويأخذ كل من هؤلاء الفدية مكانه، ثم يبدأ عثمان بتنظيم صفوفهم قبل أن يشرع في التوعية التي يتركز مضمونها على التحذير من مخاطر العنف والهجرة غير المشروعة وعدم التحرش بالفتيات اللائي يترددن على هذا الساحل. توجيهات تعقبها حركات بهلوانية وتدرب على فنون القتال من دون أن ينسى وبعد كل استراحة العودة إلى كلماته التوعوية، كلمات تبدأ وتنتهي بتعزيز السلام في البلاد كما يقول: نريد أن نقول للعالم أننا أمة تحب السلام. سئمنا من الحرب التي عشناها طيلة 25 عاما. هدفنا من هذه المشاهدة هو تعزيز السلام والأمن، خاصة لدى الشباب والصغار. أما هؤلاء الفدية فسعادتهم بهذا المشهد كبيرة جدا، ويتفاعلون مع بطلهم. أنا آت من مكان بعيد إلى هنا في يومي الخميس والجمعة من أجل الاستمتاع بمشاهدة بطل الساحل، نشكره على هذه التسلية. وأخيرا يتفرق الجمع وينصرف هؤلاء وهم على أمل في أن يتجدد اللقاء مع بطلهم المفضل نهاية الأسبوع القادم. عبد الرحمن بخاري، العربية، مقديشو.